لفائده فريق المغرب الفاسي. كره طويله انطلاقه ديال سوفيا من جديده، خروج الحارس تدخل الدفاع، الخطوره راسيه، اشرف هرماش يضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق المغرب الفاسي. كان خروج خاطئ للحارس بدر الدين ابعير في الوقت اللي كان انطلاقه ديال سفيان بجديده تصل الكره لاشرف هرماش الذي يضع الكره في الشباك. وهدف اول لفائده فريق المغرب الفاسي اللي تنطلق الاحتفالات على مستوى المدرجات. نتابع من جديد المحاوله. لاحظوا انطلاقه ديال سفيان بجديده، كان الخروج ديال الحارس ما كانش موفق، واشرف هرماش هو اللي وضع الكره. اشرف هرماش هو اللي وضع الكره في شباك الحارس بدر الدين ابعير. نتابع من جديد تدخل وكره يعني في طبق يعني من ذهب وهديه. اشرف هرماش لم يرفضها، وضع الكره في الشباك. هدف اول. البحث عن امكانيه التمرير. نتابع دائما الخطوره على مستوى الجهه اليسرى عند اللاعب مروان اورو كيمرر لسليمان علوش، كيرجع كره عند انس طاهري. تمريره قصيره بلاعب فريق المغرب الفاسي ممتازه. محاوله سفيان بجديده يظهر من جديد ويسجل هدف ثاني لفائده فريق المغرب الفاسي. طريقه ممتازه، تمريرات قصيره، دخول داخل مستطيل العمليات، تصل الكره لسفيان بجديده، كيتمكن بطريقه فنيه ان يوضع الكره في شباك الحارس بدر الدين ابعير. اذا سفيان بجديده هداف الدوري الاحترافي يسجل هدف 15 بقميص فريق المغرب الفاسي. فرحه كبيره لجماهير المغرب الفاسي بهذا الهدف الثاني لسفيان بجديده. تابعوا من جديد سليمان علوش لانس طاهري، مره اخرى علوش كيمرر عند الطائري، تمريره. لاحظوا سفيان بجديده خدا الكره حصرها نضال معها كما كنقولوا، وكيوضع الكره في الشباك بطريقه جميله وبطريقه ممتازه، بلمسه اكيد ديال هداف وديال لاعب يعرف طريقه نحو الشباك. من جد المدرب الاسباني بابلو فرانكو مارتين يستعد القيام بثلاث تغييرات لمحاوله سفيان بجديده. كان خطا على مستوى ابعاد الكره مره اخرى. الجوليادور والخطير سفيان بجديده في المكان المناسب، هو الهداف والعارف بخبايا المرمى. سفيان بجديده هدف ثالث لفائده فريق المغرب الفاسي. تسديده قويه، تمكنش الحارس بدر الدين ابعير من ابعاد الكره وابعاد الخطوره. اذا ثلاثه ديال الاهداف ليلا. هذه محاوله بواسطه لاعب ارتور كيفن، محاوله هدف رابع. حمزه افصل اللي دخل منذ قليل. هدف رابع لفائده فريق المغرب الفاسي. حمزه افصل دخل منذ قليل، تسديده قويه، كره ارضيه تعانق شباك الحارس.